نبدأ في العرض بتاعنا. احنا في منتجع 9 فدان. ده كده دخلت التبة الأولى، وفي هنا باركينج والبوابة، وفي هنا جزء زراعات بقى منوعة، مانجا على برتقان على زيتون على عنب، حاجات زي كده، في رمان، حاجات خاصة بالمالك يعني. هي هنا حاجة رفاهية أكتر ما هي إنتاج. تمام؟ حاجة سكنية ورفاهية في نفس الوقت. احنا هنا في الكيلو 86 طريق مصر اسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات. تمام؟ على بعد 6 دقايق من طريق مصر اسكندرية الصحراوي، طريق أسفلت، جوه كومباوند مكتمل الخدمات. حاجة محترمة جدا. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي. احنا قلنا 9 فدان على 3 مستويات أو 3 تبات. احنا في أعلى تبة فيهم. هنيجي دلوقتي نوريكم الفيو من فوق، حاجة روعة يعني. تمام؟ التبة العالية خالص اللي احنا فيها ايه؟ فيها 3 فيلل زي ما احنا شايفين، 1 2 3. كل فيلا فيهم فيها 4 استوديوهات، 2 في الدور الأرضي و2 في الدور التاني، والدور اللي فوق فيه غرفة تنفع استوديو وغرفة ناني، يعني غرفة مساعدة أو خادمة. تمام؟ فاحنا كده لو قلنا مثلا عندنا كل واحدة فيها 5 استوديوهات وغرفة ناني في 3 فيلل، فاحنا عندنا كام؟ 5 استوديوهات في 3 فيلل ب15 استوديو، كل استوديو منفصل بالحمام بتاعه بالاوفيس بتاعه. تمام؟ 15 استوديو و3 غرفة للخادمة. غرفة للخادمة بتكون فوق، وطبعا في تراس. تمام؟ تعالوا ندخل مع حضراتكم كده نشوف المكان. طبعا ده ممر، هنا في نخل مجدول مزروع، ده الممر بتاع المكان. ده فيلا. ال3 فيلل بيطلوا على حمام سباحة، وبيطلوا على ممر بيشوف يعني المنطقة كلها من فوق. تمام؟ مكان فوق الروعة، منتجع بمعنى الكلمة يعني. دي كده المنطقة بتاعت حمام السباحة اهي. حمام سباحة فيه صغير للأطفال وفيه كبير. تمام؟ ده شكل الحاجات من جوه، من بره سوري. ده حمام السباحة، وتحت في غرف تغيير ملابس. تمام؟ تعالوا ندخل منتجع كده منهم، او ندخل فيلا منهم نشوف فيها ايه. ندخل هنا، ده باب الاستوديو، وده باب الاستوديو تاني اهو. ده كده بيكون استوديو هنا. هي معمولة يعني استوديوهات او غرف فندقية. تمام؟ طبعا هو مفيش حد دلوقتي، فهم عاملين المكان هنا سفرة. هنشوف في اماكن فيها سرير وحاجات زي كده. في هنا مطبخ صغير، في تلاجة، في هنا حمام خاص بالاستوديو. الاستوديو هنا بيكون حمام طبعا تشطيب الترا سوبر لوكس. ان اصحاب الكومباوند نفسه هم اللي مشطبين الحاجات دي لنفسهم. تمام؟ ده كده استوديو، الفيو بتاعه على حمام السباحه. تمام؟ هنا في فاصل باب بينه وبين الاستوديو اللي جنبه، وفي باب تاني بحيث ان كل واحد يكون ليه خصوصيته. تمام؟ عايزين نوريكم بس الموضوع من بره كده. هنا طبعا في مدخل تاني عشان ايه؟ حد حابب يدخل من بره، بس طبعا دلوقتي مقفول. احنا قلنا في اول دور في استوديوهين، ده الاستوديو التاني اللي كنا ايه ماشيين جنبه. ده هو حمام.
ده الاستوديو، وهنا في اوفيس صغير، حاجه زي كافي كورنر يعني. تمام. طبعا هنا ايه، الباب ده بيوصل الاستوديوهين ببعض، وهما مش باب واحد، هما بابين، ادي باب وادي باب تاني، بحيث انك انت لو عايز تعزل نفسك عن المكان اللي جنبك تقدر تعزل نفسك مفيش مشكله. تمام. وطبعا برضو الاستوديو ده بيطل على حمام السباحه. التلات فيلل اهو، حمام السباحه اهو، التلات فيلل بنفس الستايل. نطلع فوق نبص من فوق، هنا في بقى دولاب هدوم، هنا في باب جانبي للفيلا، ان هو اي حد حابب يطلع الادوار اللي فوق بيستخدم الابواب الجانبيه، عشان طبعا مش هيقدر يدخل من خلال الاستوديو يعني. ده السلم، طبعا تشطيب محترم جدا، حاجه محترمه جدا يعني. هنا في تراس اهو، تراس بفيو على المدخل اللي كنا داخلين منه، فيو جميل جدا. طبعا دول الاستوديوهين هنبص نشوفهم دلوقتي. هنا في تراس تاني، شايفين حضراتكم؟ حاجه محترمه جدا. شايفين الحاجات البيضه دي؟ دي خزانات ميه معموله تحت الارض عشان ما تبوظش الشكل، ما تبوظش شكل المكان. تمام. احنا قلنا في استوديوهين في اول دور، وفي استوديوهين هنا، ادي استوديو منهم اهو، حمام، تشطيب الترا سوبر لوكس، في هنا دولاب، في هنا سريرين، والباب ده بيدخل على الاستوديو اللي جنبه في حاله الرغبه يعني. هنا الميني اوفيس، وهنا بقى الفيو على البسين اهو. وهنا احنا في حته عاليه جدا في الصحراوي، تبة عاليه قوي. نكمل بقى نشوف باقي الاستوديوهات اللي معانا. المكان كله فيه تكييفات مركزيه يا جماعه اهو، مكان التكييف المركزي ده شفاط. تصميم غرف فندقيه، 3 فيلات ب 15 غرفه فندقيه و3 غرفه للخادمه. ده استوديو تاني او غرفه تانيه، الحمام بتاعها موجود. سراير. نطلع نبص على الفيو، نفس الفيو اللي كنا عليه من شويه، حاجه محترمه جدا. لسه هننزل نلف حوالين حمام السباحه، وننزل السلم اللي تحت ده نوريكم مواتير، وفي تحت حوالي 5 أو 6 غرف تغيير ملابس ودش الناس اللي بتستخدم البسين. مكان محترم جدا، حاجة جاهزة على السكن، حاجة يعني مفيهاش غلطة. نطلع بقى الدور التالت والأخير. هما التلات فيلا زي بعض، فاحنا هنشوف واحدة منهم. نقفل بس عشان التراب ما يدخلش المكان. التلات فيلا زي بعض، فاحنا هنشوف نموذج منهم والباقي هيكون زي النموذج ده. ندخل بقى نشوف الاستوديو الصغير ده. ده استوديو مساحته صغيرة، طبعا هنا برضو في تراس كل دور اهو، في تراس صغير هنا اهو، بيبص على المكان من فوق.
هنا برضه في تراس تاني، كل دور في تراس، ده غير التراس اللي على ايه حمام السباحة اهو. احنا في حتة عالية جدا يا جماعة، منطقة عالية جدا. ده هنا استوديو صغير، حاجة صغيرة، حمام، مكان صغير كده، ممكن يبقى ايه تستخدمه كمكان حد يقعد فيه او تسرفس بيه على القعدة. هنا هنا في تراس جميل اهو. طبعا هنا عايز اوريكم احنا مدى ارتفاعنا عن الارض. شايفين حضراتكم المزارع كلها تحتنا، ودي حمام السباحة اهو من فوق، ودي الفيلا اللي على شمالنا نفس التصميم بنفس كل حاجة، ودي الفيلا اللي على يميننا نفس التصميم بنفس كل حاجة. 3 فيلل كوبي بيست اهو. المنظر من بره اهو. ندخل بقى نشوف اخر حاجة هنا معانا، الغرفة بتاعت الخادمة او الناني، نبص عليها. غرفة اهي ليها حمام، في هنا طبعا هم حاطين شوية كراكيب كده، فيها شباك سوري، فيها حمام، فيها شباك اهي. غرفة مساحتها كويسة كده. احنا شفنا نموذج الفيلا. ننزل مع حضراتكم نبص على حمام السباحة، وبعدين نوريكم كده فيو جميل من فوق. احنا نزلنا الدور الاول، داخلين كده معديين من جوه استوديو، نصور حمام السباحة. ده كده حمام السباحة اهو. في هنا طبعا قعدات وحاجات زي كده. هو المكان كله مجهز تجهيز فندقي. شوف حمام السباحة، وفي قاعدة هنا، في قاعدة هناك. ننزل تحت عند المنطقة اللي فيها الصيانة والفلاتر بتاعة حمام السباحة، واللي فيها أوض تغيير الملابس والدش خاصة بحمام السباحة. تمام، ننزل عاملين منزل شيك كده. دي هنا غرف بتاعة الفلاتر الخاصة بحمام السباحة، دي الغرف الخاصة بيه. وفي هنا 1 2 3 4 5 5 غرف كمان، في واحدة سادسة كده على جنب، أعتقد ده ممكن يكون مخزن أو حاجة. دي غرف تستخدمها لتغيير الملابس والدش. تمام، نطلع فوق بقى كده، ناخد حضراتكم نوريكم فيو جميل من فوق اهو. ده شكل الفيلا اهي، ده شكل اللاندسكيب والشجر هنا. ده حمام السباحة اهو. في هنا منطقة مخصصة للشوي، وفيها زي ميني بار صغير اهي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا المكان فيه كذا قعدة زي كده، المكان رايق قوي يا جماعة.
ولازم اللي يجي يفكر هنا يبقى حد رايق. دي الشوايه اهي. نيجي بقى ناخدكم بقى كده لفيو جميل من فوق. هنبص على بحيره كبيره تحت، وفي جنبها شلال، وحاجه عظمه خالص يعني. شايفين حضراتكم، احنا قلنا ان احنا في اعلى تبه في المكان، تمام؟ فاحنا كل الدرجات تحتنا، فدي حاجه بقى هتخليك تشوف الفيو كله من فوق. ندخل كده ونقول بسم الله. طبعا هنا في قاعده، منطقه رايقه قوي، رايقه يعني. هنا بقى في بحيره كبيره على مساحه فدان. من هنا بحيره كبيره اهي على مساحه فدان، على يعني اقل درجه تحت في الارض، تمام؟ هنا بصوا حضراتكم، دي التبه التانيه اللي في النص، واحنا كنا نازلين من التبه دي. احنا كنا نازلين من التبه دي، وفي سلم اهو، سلم بينزل على التبه التانيه اللي في النص. التبه التانيه دي كنا برضه عاملينها حاجات لاندسكيب كلها، زي جنينه او كده. في هنا اخر تبه تحت اللي هي البحيره الكبيره دي، بحيره على مساحه فدان، تمام؟ وهنا كمان معمول شلالات، بس هي حاليا مش شغاله. طبعا لو اشتغلت دي يبقى منظرها تحفه. ان شاء الله في اخر الفيديو هنرفق لحضراتكم صور للمكان كله متصور بدقه وعنايه. شايفين حضراتكم، ده كان شلال بيشتغل من فوق بينزل على تحت. طبعا منظر تحفه يعني. ودي اقل درجه. وفي هناك ملعب كوره، هناك في ملعب كوره، تمام؟ طبعا دي البرجوره اللي احنا قاعدين فيها، حاجه جميله شيك جدا، مكان مصروف عليه قوي. في معلف في الجزء الثاني، بس ده هنوريه لحضراتكم صور عشان مكانه بس ايه بيتلفل له من ورا شويه. تعالوا ننزل تحت بقى نبص على البحيره من تحت. ده سلم بينزل على البحيره تحت اهي، وده الجزء اللي كنا قاعدين فيه فوق. كده احنا في مستوى التبه التانيه اللي كانت بتتزرع نجيله، بس حاليا غير مستخدمه. وفي اخرها هناك خالص يعني بزاويه كده في جزء معلف مواشي وبرجين حمام وغرفه عامل وحاجات زي كده. يعني لو عرفت اصورها لحضراتكم تمام، ما كانش هحط لكم الصور كلها في اخر الفيديو، تمام؟ نكمل السلم تحت. يعني منتجع محترم جدا، مساحة 9 فدان في كومباوند راقي، طريق اسفلت لحد الكومباوند. طبعا عقود نهائية خالصة، مفيش اي مشكلة. دي البحيرة اهي. نروح نبص على ملعب الكورة. ده بقى الشلال من تحت اهو، نحاول نعمل زوم عليه. هو ده الشلال، دي الحتة اللي كنا واقفين فيها فوق اهي. دي البحيرة. احنا كده في اقل مستوى تحت، كنا طبعا نازلين من فوق خالص زي ما حضراتكم شايفين. احنا كده في اقل مستوى تحت.
بص على ملعب الكورة. ده ملعب كورة خاص بالمكان. ده ملعب الكورة. ندخل جوه كده نمشي حوالين البحيرة. ده كده فيو من تحت، طبعا حاجة روعة يعني، مكان رايق قوي. دي البحيرة اهي، طبعا هي عشان بقالها فترة بس مفيش أي استخدام، فالمية مش نضيفة. طبعا الحاجات دي بتتنضف عادي جدا. اهو الشلال زي ما حضراتكم شايفين. نطلع فوق الجسر ده كده. اهو ده المكان كله منتجع 9 فدان، عقود نهائية خالصة، 3 تبات أو 3 مستويات، 3 فيلل، كل فيلا فيها 5 استوديو أو نقول 4 استوديو ونص، آخر واحد ده صغير شوية، وفيها أوضة للخادمة. نقدر نقول 3 فيلل ب15 استوديو و3 غرفة للخادمة. طبعا ده غير الديكورات والبحيرة، وفي جزء معلف ورا هسيب لحضراتكم صوره في اخر الفيديو. بص على اخر الفيديو هتلاقي فيه صور كتير. تمام، تابعونا الفترة الجاية على القناة بتاعتنا، احتمال القناة عندي يحصل فيها مشكلة وتتقفل، فهيكون في قناة بديلة اسمها مزارع مصر بشوي مكرم. دي القناة اللي هتلاقوا عليها كل الشغل موجود بإذن الله. كنا النهاردة مع تحفة فنية 9 فدان للناس الرايقة فقط، حاجة للناس الرايقة بس. موقع فوق الممتاز، أمن وحراسة، يعني حاجة ممتازة جدا. شكرا.